10 سنوات الناتج 10 أولاد. الأم راقدة في سريرها تتوجع، تطلب من الله الشفاء والرحمة. وجهها النضر أصبح ممصوصا كأنها بقايا لعود القصب لم يتبقى منه إلا المصاصة. في البداية كانت عندما تذهب إلى عملها تخجل أن ينظر الناس إلى تلك البطن التي تبدو كالكرة التي يداعبها لاعب مقتدم. الآن لا يهمها، فقد اعتادت، وهذه هي المرة الثالثة. زوجها سعيد، فقد تربى وحيدا بلا إخوة، يريد أن يصبح لديه الكثير من الأطفال، فهم عندما يكونون عزوة، هكذا يقول. كل يوم تحس بأنها صارت أنحف من قبل زواجها. عندما تنظر في المرآة ترى تلك التموجات والتعاريف، لكنها ما زالت صغيرة. تهمس: راحت عليك يا بت، عجزتي قبل الأوان. كل ليلة بالرغم من ذلك يصر زوجها على أن الأولاد عزوة، فلا بد أن يأخذ حقه، بدلال تصيح فيه: متهمد يا راجل. لكن الرجل لا يهمد ولا يرتاح إلا إذا رأى الكرة التي تسير بها من الأمام حتى تكتمل له العزوة. تتقلب على سريرها بعد منتصف الليل، ملاحظة أن بطنها انتفخت بشدة أكثر من المعتاد. تخاف الانقلاب فتخنق الوليد. تتثاءب، ما زال النوم يجافيها. سمعت ذلك الصوت: يا أمي، أنا لا أعرف ماذا سأفعل. تنظر يمينا ويسارا، تقول: من الذي يتحدث؟ يعلو صوت: أنا الذي في بطنك. ماذا تريد؟ أريد الخروج قبل أن. لماذا سكت؟ هناك أخ لي بجواري ولا أحب الزحام. يعني أنتم 2 بل أكثر. كيف؟ انظري إلى البطن. تنظر، يا هول ما ترى، بطون أخرى تخرج من البطن، تتكاثر، تنتشر، تتجه نحو رقبتها. رأسها تكاد تختفي، العينان والشفتان والأنف تختنق. كابوس فظيع.